أنا دكتور ياسر رضا، استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية، وهنتكلم النهاردة على أنواع مفاصل الحوض الصناعية المختلفة. أول حاجة خالص لازم نعرف إن مفصل الحوض بيختلف على حسب إحنا هنغير أنهي جزء منه. لو إحنا هنغير الجزء بتاع عنق عظمة الفخذ بس نتيجة ان المريض ده حصل له كسر في عنق عظمة الفخذ وهو عمره كبير في السن، ومش هنحتاج نغير حاجة في الحق لان بمنتهى البساطة المريض ده كبير في السن وحصل له كسر في عنق عظمة الفخذ وفي نفس الوقت مش بيعاني من خشونة في مفصل الحوض، يعني الحق ده سليم. لو الحق ده سليم ساعتها احنا بنحتاجش نغيره، احنا كل اللي احنا بنحتاج نغيره ان احنا نغير عنق عظمة الفخذ برأس عظمة الفخذ لان حصل كسر، وزي ما احنا شرحنا قبل كده في كذا فيديو لينا ان العنق بتاع عظمة الفخذ هو اللي بيوصل الدورة الدموية للرأس، وبالتالي لو حصل له كسر بيكون صعب جدا ان هو يلتئم في السن الكبير، فبالتالي دايما بنلجأ لتغيير نص المفصل. وهو ده مفهوم تغيير نص المفصل، ان احنا بنشيل الرأس اللي هي دي تماما وبنحط بدلها نص مفصل او مفصل صناعي يبدأ يتحرك على الحق اللي هو سليم ومش بيعاني من خشونة. وده بيكون عبارة عن ان احنا بنشيل العظمة بتاعة العنق بالرأس ونحط بدلها المفصل داخل الماسورة بتاعة العظمة زي ما احنا عملنا كده، ونبدأ نحط عليها راس البايبولر او مفصل ثنائي القطب. طيب دايما عايزين نعرف ايه هو مفصل ثنائي القطب، ثلاثي الاقطاب او مفصل احادي القطب، الكلام ده معناه ايه؟ الصناعة بتاعة المفاصل الصناعية مرت بأجيال كتير وتطورات، فمثلا أول مرحلة خالص كنا بنمر بيها هو مفصل أحادي القطب، يعني المفصل عبارة عن جذع ورأس ماسكين في بعض مش بيتحركوا، يبدأ كل ده يتحرك على الحق. وده نوع قديم جدا احنا بطلنا نستخدمه تماما في الوقت الحالي. ده كان مفصل مريض مركبه من حوالي 20 ل 25 سنة واحنا شلناه وبدلناه بمفصل تاني، لكن في الوقت الحالي محدش خالص بيستخدم المفصل أحادي القطب ده في الأماكن اللي هي زي مصر وكده، ما بنستخدموش خالص. إنما اللي احنا بنستخدمه في الوقت الحالي هو مفصل ثنائي القطب. لو احنا بصينا هنا هنلاقي إن دي رأس العظمة وده في رأس صغيرة تاني جوه بتبدأ تتحرك عليها زي ما احنا شايفين، وبالتالي ده بيسمى ثنائي القطب أو بايبولر، علشان بيبدأ يتحرك هنا. الكرة الصغيرة دي بتتحرك جوه الكرة الكبيرة، والكرة الكبيرة نفسها بتتحرك داخل المفصل أو داخل الحق مباشرة، فبالتالي المريض بيتحرك على محورين أو ثنائي القطبين اللي هو البايبولر. وده ليه ميزة مهمة جدا، إن المريض بيتحرك مدى حركة أفضل ونسبة الخلع بتكون أقل بكتير، لأن لو احنا عايزين نخلع المفصل ده لازم الكرة اللي جوه دي تتحرك الأول لوحدها ثم الكرة الكبيرة تتحرك، ودي بيكون مدى بعيد جدا مش بيحصل له خلع بمنتهى السهولة، عكس المفصل أحادي القطب بتاع الأجيال السابقة اللي هو ده بيتحرك جوه فهيتخلع بسهولة زي ما انتم شايفين كده، هو عبارة عن حاجة بتتحرك جوه حاجة فهتخلع بسهولة جدا. نيجي بقى نتكلم على النوع التاني اللي هو تغيير مفصل حوض كامل. معنى ان احنا قلنا تغيير مفصل حوض كامل ان احنا لازم نفهم ان احنا هنغير رأس عظمة الفخذ وكمان هنغير الحق، لان الحق كمان فيه مشكلة، وده عكس ما احنا اتكلمنا في المرضى اللي بيعانوا من كسر في عنق عظمة الفخذ، فالمشكلة في عظمة الفخذ بس، انما الحق سليم، فبالتالي نقدر نحط عليه المفصل ويتحرك بمنتهى السهولة بدون ما المريض يشعر بألم. وطبعا الفرق بينهم ان العملية بتاعت تغيير نص المفصل بتكون وقتها اسرع بكتير ونتائجها مرضية جدا للمرضى كبار السن اللي هو فوق سن ال 65 او فوق ال 70، ونشاطاتهم معقولة جدا على قد البيت ونزول وطلوع بسيط من البيت. انما لو احنا هنكمل الكلام على تغيير المفصل الكامل فاحنا كده قلنا ان احنا هنغير العنق او هنغير رأس عظمة الفخذ وهنغير الحق كمان. نبدأ بالكلام عن الحق. معنى ان احنا هنغير الحق يبقى احنا لازم هنحط حاجة مكان الحق ده علشان نحط عليها العظمة اللي هتبدأ تتحرك عليها. انواع الحق دي انواع قليله جدا، احنا بمنتهى البساطه يا اما عندنا حق اسمنتي او لا اسمنتي، والاثنين بيمسكوا في العظمه، يا اما واحد بيمسك بدون اسمنت بيمسك مباشره في العظم وبيلتئم عليه، او مفصل تاني بيعتمد ان يكون بين العظم وبين الحته القطعه اللي احنا هنحطها يكون فيه اسمنت طبي وهو اللي بيملأ الفراغ ويمسك المفصل في العظم. بعد ما شرحنا انواع الحق سواء هيمسك مباشره في العظم او هيمسك بواسطه اسمنت، لازم نعرف بعد كده ان الحق ده عباره عن قطعه معدنيه بيتحط عليها
جزء اخر علشان يبقى هو السطح اللي هيتحرك عليه المفصل او هيتحرك عليه رأس عظمة الفخذ اللي هي بتتحط على الجذع. انواع الحاجة اللي احنا هنحطها على الحق دي يا اما تبقى بلاستيكية يا اما تبقى سيراميك. اللي احنا قلناه قبل كده في المفاصل في الفيديوهات المختلفة ان المفصل اللي هو الحق فيه بيكون سيراميكي، ده احنا بطلنا نستخدمه لان ده بيؤدي الى حدوث صوت تزييق هنشغله دلوقتي في الفيديو. اسمع كده. الفيديو اللي اشتغل ده مريض مركب مفصل سيراميكي في الحق وفي رأس عظمة الفخذ زي الصورة اللي انتوا شايفينها دي، فبالتالي لما المفصلين السيراميكيين بتاع الحق ورأس العظمة بيتحركوا على بعض بيعملوا صوت السكويكينج اللي انتوا سمعتوه قبل كده في الفيديو اللي احنا وريناه لكم من دقيقة. وبالتالي لجأنا لان احنا نستبدل الحق السيراميكي بحق بلاستيك اسمه هايلي كروس لينكد بولي ايثيلين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان احنا بنستبدله بسطح بلاستيكي شديد الترابط بيسمح ليه ان المفصل بتاع الرأس يتحرك عليه بصورة بدون ما يحصل تآكل، وبالتالي بيكون العمر الافتراضي للمفصل اعلى بكتير من لو احنا استخدمنا بلاستيك مش شديد الترابط، وفي نفس الوقت مش بيسمح بوجود السكويكينج بتاع المفصل السيراميكي على المفصل السيراميكي. وعلشان نفهم ايه هو الجزء البلاستيكي ده، لو احنا بصينا هنا كده هنلاقي فيه بلاستيك بين الحديدتين دول. البلاستيك ده اللي هو بيتحرك عليه الحديدة الصغيرة على الكرة الكبيرة او الكرة الصغيرة على الكرة الكبيرة، وده بيكون بلاستيك شديد الترابط وبيقلل التآكل وبيكون العمر الافتراضي بتاعه مناسب جدا لمعظم المرضى. نيجي بقى للرأس اللي احنا بنستخدمها في المفصل. الرأس دي يا اما تبقى حديد زي ما احنا شايفين كده بنسميها ميتال هيد، او ممكن تبقى وردية زي ما احنا شايفين كده في الصورة اللي فوق، ودي ساعتها بتبقى رأس سيراميكي. بعد ما اتكلمنا على نوع الماتيريال سواء سيراميكي او ميتال، نتكلم على العامل الثاني اللي هو مهم جدا وهو القطر بتاع الرأس. قطر الدايره بتاعه الراس ده بيفرق، لان لو القطر ده كل ما هيكبر كل ما هيدي مدى حركه افضل للمريض وهيكون درجه الخلع بتاعته قليله جدا، وبالتالي المريض ممكن يعمل حركات ويكون الرينج بتاع المفصل طبيعي جدا بدون ما يشعر بالخلع او بدون حدوث خلع فعلي في المفصل. علشان كده دايما احنا بنفضل للمرضى الصغيرين في السن تكون الراس دي سيراميكية او مفصل سيراميكي، ويكون القطر بتاعها هو القطر الكبير او ال36 يعني كمقاس. نيجي بقى لاخر نوع من المفاصل الا وهو المفصل ثلاثي الاقطاب. المفصل ثلاثي الاقطاب ده زي ما احنا كنا شرحنا في المفصل ثنائي الاقطاب في الاول ان هو فيه كرة صغيرة بتتحرك على كرة كبيرة. الكرة الكبيرة دي بقى بتتحرك على الحق ذات نفسه، فبالتالي بيكون بيتحرك على 3 محاور وبيقدر يدينا مدى حركة عالي جدا بدون ما يحصل خلع تماما. وده بنستخدمه في المرضى اللي هم عندهم ضعف في العضلات او بيعاني من اي امراض تؤدي الى حدوث خلع. لكن اللي احنا دايما بنبقى عايزين نفهمه للمريض ان كل مريض وكل حالة بتحتاج مفصل مختلف عن التاني، ومش معنى ان انت سمعت ان المفصل السيراميكي ده هو افضل مفصل فبالتالي هو احسن مفصل ليك انت. الكلام ده مش صح تماما. لازم الدكتور يبص على الحالة من كل الزوايا ويعرف احتياجاتك كمريض والعمر الافتراضي بتاع المفصل زائد نشاطاتك، الاتنين دول مع بعض بيؤدوا الى اختيار المفصل، مش ان المفصل ده سيراميكي فهو افضل حاجة. حاجة تانية ممكن نقولها الناس ما تعرفهاش ان المفصل ثلاثي الاقطاب ممكن برضو يبقى سيراميكي او ذو رأس سيراميكي، ودي من احدث الانواع اللي احنا ممكن نستخدمها. وده بيضمن للمريض الحاجتين الا وهو العمر الافتراضي بتاع المفصل السيراميكي والمدى الحركة الكبير بتاع المفصل ثلاثي الاقطاب. فعلشان تنقي المفصل ده مش حاجة سهلة ولا في حاجة اسمها افضل مفصل بصورة مطلقة، لا، هو كل مريض ليه المفصل المناسب بتاعه اللي هو هيناسبه بظروفه هو. فعشان كده لما بيجي لنا دايما المريض ويكون محتاج تغيير مفصل حوض صناعي، احنا بندرس حالة المريض ككل وبنشوف نشاطاته واحتياجاته وبنقدم له المفصل المناسب ليه اللي هو هيأدي له الغرض، وبنبقى فاهمين دايما احتياجات المريض وعمره ونشاطاته. فخليك دايما في الامان وخليك في المضمون.